جونيور ده يتعامل ازاي مع المخاوف بتاعته؟ ال24 ساعة دول 3 تمانيات، لإن هو ما عندوش حاجة اسمها ذكاء عاطفي، ما يقدرش يعرف ذوقك، وأغلى وقت عندك تديه لشغلك هو وقت العيلة، الناس بتخاف من أي حاجة جديدة ودي كارثة. وانا في نص الاسبرنت حسيت ان انا مش قادر، مضغوط، لازم اوقف. الديزاين في النهاية مسألة نسبية، بس النهاردة لو الزمن رجع بيا تاني أنا هاعمل نفس اللي عملته. السلام عليكم. حلقة جديدة في بودكاست وقت الريترو. وقت الريترو هو الوقت اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض، بنقسم حياتنا لسبرنتس، كل سبرنت فيهم بنتكلم عن التشالنجز اللي احنا قابلناها، بنشوف ايه الاكشنز اللي احنا المفروض ان احنا نطلع منها من كل سبرنت، كمان بنشوف ايه المخاوف بتاعتنا. وقت الريترو هو الوقت المفروض ان احنا بناخد فيه كل شغلانه موجوده في السوفت وير. يعني حالا احنا بنتكلم عن الديزاينر، الضيف معانا النهارده هو الديزاينر. قبل كده اتكلمنا عن البروسيس، قبل كده اتكلمنا عن البروجرامر. الديزاينر هي حلقه هتبقى مميزه جدا لان ضيفنا هو ضيف مميز، باشمهندس عمرو. ازيك يا باشمهندس عمرو؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا أحمد؟ أهلا بيك، إيه الأخبار؟ الحمد لله، منورنا والله. الله يخليك. عمرو، عرفنا بنفسك. عمرو ديجيتال ارت دايركتور، كو فاوندر اوف سويرا ديزاينز، ارت دايركتور في وزاره التجاره والصناعه، بس احلى تايتل بقى بحبه عمرو سويرا ديزاينر. ليه يا عمرو ديزاينر بس؟ ليه مع ان في تايتلز كتير تانية؟ يعني ده التايتل اللي انا بلاقي فيه نفسي، بعرف اعبر فيه عن كل حاجه جوايا، وبعرف احس ان انا آه، كل حاجه فيه، كل تفصيله فيه ممتعه، من اول الرحله خالص لحد الديزاين بعد ما بعمله، وباخد الفيدباك لحد الحاله وانا بصمم نفسها. اي تايتل تاني مبقاش فيه الحاله دي خالص. ازاي عمرو اكتشف ان هو عايز يبقى ديزاينر مع ان الكوميونتي زمان كانت اقل من دلوقتي واصغر؟ انا عايز احكي لك بداياتي كانت ازاي. بالظبط، محتاجين يعني نسمع البدايات. احنا ابتدينا من زمان قوي، من ايام 98 مثلا. ان شاء الله. ما كانش فيه جرافيكس على الكمبيوتر كتير، يعني كان الموضوع نادر قوي. كنت وقتها بكتب خط عربي وبرسم، لان عيلتي خطاطين ورسامين، فانا نشأت في وسطهم، فكان الموضوع طبيعي جدا ان الهوايه بقى تكبر في وسطهم، لان التولز والجايدز والريفرنس والناس اللي بتسبورتك كتير. وقتها بدأت أتعلم كمبيوتر. الكمبيوتر كان بالنسبة لي طفرة، يعني الحاجة اللي كنا بنقعد نكتبها في ساعة، ولو غلطنا في آخر حرف نرميها، لا احنا بقينا بقى نعملها على الكمبيوتر، وباك سبيس بنعدلها، أو بشوية كليكات بالماوس فكان بالنسبة لي سحر يعني. وقتها كان الكمبيوتر مش منتشر قوي، كان لسه احنا الناس شغالة على ويندوز 98 وكان الكمبيوتر بالنسبة للناس زي عربيات الكهرباء النهاردة مثلا. فدي كانت البداية، ان انا كنت حاولت اميكس بقى ما بين الاتنين، ان انا ادخل الديزاين او الجرافيكس او الكاليجرافي، الخط العربي او الرسم كمان في الكمبيوتر. فكان تشالنج قوية وقتها، وكان الموضوع ممتع جدا في بدايته طبعا. دلوقتي الموضوع بقى كتير، وبقت الناس كتير، تولز وبقت كتير التولز كتير وبقى منظم أكتر من الأول بكتير. هل ساعدك التعليم الجامعي في موضوع الديزاين ده؟ خليني أقول لك حاجة، أنا في الأول كان نفسي أدخل أي كلية فيها كمبيوتر، لأن كان شغفي بالكمبيوتر أكتر بكتير من الديزاين. الديزاين أنا كنت شايفه جزء صغير من الكمبيوتر، فأنا لو دخلت حاجة ريليتد بالكمبيوتر هتبقى أفضل. كان وقتها اللي موجود ما كانش لسه كمبيوتر ساينس كجامعة اتعملت أو ككلية اتعملت، كان اللي موجود هندسة اتصالات، حاجات ريليفنت شوية ليها لكن مش هي نفسها. فوقتها أنا دخلت تربية فنية. تربية فنية أنا ظنيت إن هكسر الدنيا في تربية فنية. أنا دخلت اكتشفت إن مفيش حاجة اسمها كمبيوتر جوه. مفيش حاجة اسمها كمبيوتر، دي كانت صدمة بالنسبة لي. كل حاجة بنعملها مانيوال، كل حاجة بنعملها بدائية. أنا أفتكر مرة إن أنا قلت للدكتور أنا هعمل التصميم على الكمبيوتر، قال لي لأ. فقلت له إحنا بنرسم يونتس، واليونتس دي بنكررها، بنحطها في باترن، وهو ده اللي مطلوب في الأوتبوت اللي حضرتك طالبه مننا.
قال لي انا عايز كل البروسيس دي تبقى مانيوال، كل حاجه فيها تحصل مانيوالي يعني. فكان الموضوع محبط جدا بالنسبه لي. انت اول يونت ممكن يبان فيها الكرياتيفيتي بتاعتك حلوه قوي، لكن مش مطلوب ده في الباقي بما انك بتكرر نفس الشكل. وبعدين فين الكمبيوتر من اللي انت بتعمله؟ هو ما كانش موجود خالص. فمن وقتها انا بدأت لا، انا محتاج اتعلم ده بره الجامعة. وفي الجامعة انا بشوف الاسس والقواعد اللي احنا بنمشي عليها اللي هتفضل ريفرنس ليا بعدين. تتعلم ده بره الجامعه ينقلنا للسؤال التاني، اتفضل. ان هو السيلف ليرنينج. دلوقتي التولز الموجوده كتير جدا على اي حد حابب ان هو يتعلم ديزاين. الكورسز موجوده كتير في يوديمي، في كورسيرا، في اليوتيوب عليه كونتنت كتير. زمان كانت البدايه معاك ازاي في ان انت تحاول تتعلم ده بره الجامعه؟ ايامي كان الوضع مختلف عن دلوقتي. زمان كان ما عندناش مشتتات كتير. كان هم السورس بتاعك او الريسورسز اللي انت بتشتغل منها حاجة او حاجتين، هم دول انت ليميتد بيهم. وكان اسهل طريقة انك تتعلم وقتها ان انت تروح كورس، حد يبقى قصادك وتقول له انا محتاج اعمل كذا ويعمله قصادك عشان تتعلم. ما كانش فيه الاكسبيرينس اللي موجودة دلوقتي، ما كانش فيه التطور اللي موجود دلوقتي اللي يخليك تتعلم وانت في مكانك يعني. في نفس الوقت ما كانش برضو حد بيعرف يتعلم كويس أوي من غير ما يجرب. فلازم تنزل وتشوف الناس محتاجة ايه، اللي هو دلوقتي شغل فريلانس. يعني لازم تروح تدور على ديزاين عشان تعمله أو تقلده. زمان ما كنتش بتعمل، دلوقتي ما بتعملش كده. انت دلوقتي ممكن تدخل على بيهانس، تدخل على اي نتورك عليها ديزاينرز كتير، تشوف ديزاينز وتبتدي تقلد حاجة او تجرب حاجة. زمان ما كانش فيه الكلام ده طبعا. خلينا نبدا السبرنت الاول. السبرنت اللي هو انا داخل لسه الشركه، انا لسه داخل جونيور، او لسه يعني تدريب في الشركه اللي انا داخلها كديزاينر. بقى عندي مخاوف. الجونيور ده يتعامل ازاي مع المخاوف بتاعته وهو داخل كديزاينر؟ الجونيور لما بيدخل الشركة هم اوريدي في الشركة بيبقوا محددين دوره جدا. كل الاوتبوت وكل حاجة بتطلع منه هي مش بتدخل في البروسيس انها بتطلع للكلاينت، لا، هو بيبقى في مرحلة كده شبه مرحلة التحضير. كل التاسكات اللي بياخدها وكل الحاجات اللي بياخدها ضعيفة وصغيرة على قد الاكسبكتيشنز بتاعتهم بالنسبة للتايتل او البوزيشن بتاعه. في نفس الوقت السينيور بيشتغل عليه تدريب من غير ما يحسسه، علشان يقدر يأهله ان هو يقدر يطلع شغل حقيقي. فهو ما بقاش حاسس بالدور ده، هو طول الوقت بياخد تاسك وبياخد ليها تايم فريم، لازم يميت التايم فريم، فبيجيله زي بانيك اتاك كده، انا هعمل ايه. فهو لا، لو هو من الاول عارف ان هو في مرحلة تحضيرية هو مش هيبقى خايف. لحظه الخوف من السوق حصلت معاك وانت داخل اول مره تشتغل؟ خليني اقول لك حاجة. هحكي لك بداياتي. اول مكان رحت اشتغل فيه كديزاينر، في الاول خالص كان في زمان وقتها في برامج بتاعه الصيدليات، وكان ده الترند اللي طالع وقتها، البرامج المحاسبيه اللي بتحط عليها الادويه والحاجات اللي زي كده. وكانوا عايزين يوزر انترفيس وديزاين لسي دي للابلكيشن والكيت اللي هي بتاعه الابلكيشن وقتها. انا وقتها كنت بقعد ارسم الحاجات دي وكاني الكاشير اللي بيستخدم الحاجه، عمال زي دلوقتي ما حاجه اسمها يو اكس. انا عمال اشوف الاند يوزر هيستخدم الانترفيس دي ازاي. فكنت بديزاين بالطريقه دي. لما جيت اقدم في شركه تانية كان وقتها شركه ار دي اي دي اللي كانت مطوره سيديهات الشيخ الشعراوي. الشركه دي شركه كبيره عامله تولز لغه عربيه مشهوره، والى الان بتاخد جوائز في اكتر من مكان. انا ما كنتش عارف ادخل الشركه دي ازاي، يعني انا نفسي اشتغل معاهم. فوقتها بقيت بفكر وكأني مكان الاتش ار، انا عايز ابهر الاتش ار وعايز ابهر الارت دايركتور اللي هيبص في السي في بتاعت عمرو. فروحت عملت سي دي ليها ابلكيشن اوتو ران. اول لما بتحطه في الدرايف بيطلع كاركتر. كان زمان في كاركتر للاوفيس كده عامل زي الدبوس كده او زي الكليبس كده. كان في واحد كمان شبه البغبغان كده رغاي. فخدت الكاركتر ده، كنت بكتب ساعتها سكريبت، كنت بكتب فيجوال بيزك، كان سهل ساعتها.
خدت الكاركتر ده وخليته هو اللي يطلع يتكلم عني ويفتح انترفيس، والانترفيس دي يبقى فيها الديزاينز اللي عملتها وفيها انا اقدر احقق لهم ايه هنا والكلام ده. يمكن كان الموضوع فانسي شويه وانا بعمل كده، بس هو عمل كان بالنسبه لي باك فاير، لان هم ما صدقوش ان انا اللي عملتها الحمد لله يعني وقتها. ففضلت قاعد اسبوعين محدش عبرني، يعني انا مستني فيدباك، محدش قال لي عمرو عايزينك عمرو، لا انت ريجكتد، مفيش الكلام ده. لما سالت صاحبي يحاول يسال فقالوا لي الفيدباك ان الحاجه اللي انت عملتها مش، يعني مش هم بتاعتك. شاكين ان هي مش بتاعتك. فطلبت وقتها ان انا يتعمل لي تيست، ورحت فعلا عملت تيست واشتغلت معاهم. اول لما اشتغلت انا عايز اقول لك كنت بشفت كارير، لان انا وقتها كنت بشتغل اي تي عشان ده اللي بيعمل فلوس في الوقت ده، وانا كنت عايز اعمل فلوس عشان اعرف اعتمد على نفسي. و... ويمكن الله يرحمه والدي هو اللي علمنا ده وعودنا على ده. انت عايز تعمل حاجة اعملها بنفسك، ما تستناش حد يساعدك. الله يرحمه. فانت دخلت الشركه اصلا وانت بتعمل كارير شيفت علشان من اي تي لديزاين، بالظبط. وانت كنت متعلم الديزاين وعندك التولز وقادر ان انت تقدم عندي، فيه. بس كنت شايف وقتها ان المستقبل في الديزاين. الاي تي وقتها ما كانش مستقبل لانه مش دراستي مش تخصصي. انا وقتها ده كان حاجة مؤقتة شبه الفريلانس النهاردة، عشان تقدر تعمل بيه فلوس، تقدر تصرف بيها على الاحلام اللي عندك يعني. فانا عارف انه فترة مؤقتة. فانا عايز اقول لك ان انا وقتها كنت بعمل تقريبا 2000 جنيه، طبعا كانوا رقم ساعتها. انا نزلت بقى من ال 2000 ل 600 جنيه في الشهر. انا كنت بركب الاتوبيس ابو ربع جنيه لان ابو نص جنيه غالي. ف... فحصل لي داون جريد رهيب. بس النهارده لو الزمن رجع بيا تاني انا هعمل نفس اللي عملته. جميل. في السبرنت اللي احنا فيه، سبرنت الجونيور، بيبقى عايز خطوات، روتين يقدر ان هو يمشي عليه علشان ان هو يطلع احسن برفورمانس. ايه الروتين بتاعك اللي انت كنت بتنفذه، وايه الروتين اللي احنا نقدر نقوله دلوقتي الجونيور اللي بيدخل اي شركه؟ بص، في الاندستري بتاعتنا التطور في الروتينز دي ما بيبقاش كتير. يعني يمكن اللي كنت بعمله زمان ما اختلفش كتير عن اللي بعمله دلوقتي. يعني زمان كان الروتين ان انا طول الوقت بتعلم، لان طول الوقت في جديد، طول الوقت في ترند جديد، طول الوقت في تولز جديدة، طول الوقت في تكنيكس وتكنولوجيز جديدة. فلو انت مش بتتعلم خلاص انت كده مش بتعمل حاجة. البرفورمانس هتقف طبعا، لان انت مش اب تو ديت. الديزاين ليه عمر، اي ديزاين في الدنيا ليه عمر طويل او قصير، في النهاية ليه عمر. انت بتقدر من الديزاين نفسه تقدر تحدد السنة او الزمن اللي اتعمل فيه الديزاين ده بيزد على ايه، على المعايير او الترند اللي كان حاصل في الفترة دي. فانت لو عملت ديزاين النهاردة وروحت وجيت تاني يوم تشوفه، انت بتشوفه بفريش اي. الفريش اي دي بتخليك تشوف عيوبه وتقدر تشوف انه لا انا ممكن اطلع فيه الاحسن. فلا لازم طول الوقت تتعلم. والتعليم للديزاينرز اسهل بكتير من اي حد تاني. انت طول الوقت لازم تعمل تغذية بصرية، تشوف شغل ناس، تفولو ناس كتير هم شبه التكنيك او الستايل اللي انت بتعمله، تتعلم التولز اللي ريليتد باللي انت الكارير او الحاجة التخصص بتاعك. يعني لو انا بتعلم ديزاين 3D لازم افضل طول الوقت بتعلم 3D بنسبة 80%، ونسبة 20% اي حاجة تانية هتبقى سبورتيف طول الوقت، لكن ما اقعدش اشتت نفسي. ده مهم قوي. جميل. الجونيور بيبقى عنده بعض الاخطاء المتكرره، بيبقى فيه اخطاء كل سبرنت هو شغال فيه جوه الشركه بيعملها كديزاينر. ازاي نخليه يتخطى الاخطاء بتاعته دي؟ لا، هو المفروض يبقى مبسوط، لان هو لما يروح مكان ويغلط فيه ويتعلم من اخطائه كتير احسن لما يبقى في مكان كل ما بيعمل حاجة الناس بتسقف له او بتقول له كده حلو كده تمام، هو كده ما مظبوط. بيتعلمش. مظبوط. لانه هو كده يبقى في حاجة اسمها الكومفورت زون. الكومفورت زون دي مرعبة، هيقعد سنين كتير مش هيتعلم حاجة، او هيقعد فترة طويلة مش هيتعلم حاجة. فيخطأ عادي. يخطأ ويتقبل الخطأ، ده مهم جدا. ومهم انه طول الوقت يسأل الصح ازاي، ويغلط من غير
خوف، يعني لا انا في مرحله انا بتعلم فلازم اغلط، انا بتعلم من غلطي، لو ما غلطتش مش هتعلم. طب احنا ممكن ناخد من هنا نقطة ان دايما في الشركات آه، ممكن نبقى شايفين ان ده حاجة صعبة، لان انت بتغلط اخطاء المفروض ان هي هتروح لكلاينتس، وفي شركات مش بتعدي بالليفلز بتاعت ان انا ادي السينيور والسينيور لتيم ليد والتيم ليد لمانجر والمانجر يسلم بعد ما يبقى فيه تيستر يسلم لا، بيبقى الليرز اقل من كده. فالاخطاء اللي بيعملها الجونيور اوقات بتوصل للكلاينتس، هو عنده التخوف ده، عنده التخوف ان الحاجة اللي انا بعملها هتروح برودكشن. خليني اقول لك حاجه، الشركات اللي بالحجم ده متوقع جدا ان بيبقى فيها نسبه اخطاء كبيره، لان الشركات اللي ما فيهاش بروسيس طويله او بروسيس محكمه للكواليتي بتاعها، طبيعي جدا الاكسبكتيشنز بتاعت الكلاينت معاهم ما بتبقاش احسن حاجه، لان اكيد البادجت بتاعته برضه ما بتبقاش احسن حاجه، وهم كمان الكوست بتاعتهم ما بتبقاش كبير. وهو شغال في مكان زي كده، المفروض ان الريسك بتاع الاخطاء ده متحمل على ناس كتير، مش هو لوحده، لان في مانجمنت لاير هو اللي مسؤول عن الاوتبوت اللي بيطلع منه، فالمانجمنت لاير ده هو المسؤول عن الكواليتي في الحالة دي. ممتاز. في المرحلة دي الجونيور بيبقى محتاج ان هو يعمل بروجيكتس كتير، فبيبقى ما بين نارين، ان هو يبقى مركز على البرودكت الموجود في الشركة عنده، او ان هو ينط بقى ويجامب كتير على فريلانسز، ويبدأ ان هو يبدأ ياخد شغل فريلانس من بره، ويبقى عنده برودكتس مختلفة. شايف ايه الأصح؟ صح ان هو حاطط لنفسه بلان، خطة. انا بعد ما خلصت التعليم او بعد ما خلصت الجامعة بتاعتي او اول ما بدأت الكارير بتاعي، انا عندي بلان. البلان دي على 4 محاور لازم يشتغل عليها. لازم يتعلم طول الوقت، لازم يفولو حد يشوف الترند ويابديت نفسه، يتعلم تولز ويفولو حد عشان يتعلم منه تكنيكس ويبقى ينمي الكرياتيفيتي اللي عنده. وتالت حاجة انه يبقى في كوميونتي هي بتزود عنده المهارات دي، بتديله سكيلز جديدة وبتديله سوفت سكيلز تخليه يعرف يقوم بدوره في وسط جروب او تيم. لو ده ما تحققش يبقى هو في كوميونتي غلط. في الحالة دي هو لازم يتحرك من المكان اللي هو فيه، مش يشتغل فريلانس. الشغل فريلانس حاجة تانية خالص. الشغل الفريلانس هو بيبقى هو المسؤول عن الديزاين، هو المسؤول عن انه يوفر الاوبورتيونيتي او البروجكت اللي هو هيشتغل عليه، هو مسؤول عن انه يقنع الكلاينت بالاوتبوت، هو مسؤول عن البادجت، هو مسؤول عن الدليفري، بيبقى عليه مسؤوليات كتير. فهنا هو بيتحمل ادوار كتير هو مش مستعد ليها، فالريسك بيزيد. فساعتها يا اما البروجكت بيقع منه، يا اما التايم بيقع منه، يا اما الكواليتي بتقل، وده اللي بيحصل دايما مع الفريلانس. في الشركات لا، الكوميونتي دي بتعلمه المسؤولية، بتعلمه ازاي يطور نفسه. هو اوريدي في وسط تيم كرييتيفز، كل واحد فيهم عنده سكيلز وعنده اكسبيرينس رهيبة، هتعلمه مع كل غلطة وفي كل حاجة بيطورها جوه البرودكت الأسس والأساليب والبيزكس اللي هو المفروض يشتغل عليها عشان يطلع بريميوم برودكت أو بريميوم سيرفيس. الكلام ده طبعا مش هيحصل في الفريلانس وهو وان مان شو اللي بيعمل كل حاجة يعني. الجونيور في المرحلة دي بيبقى عنده نقطة اللي هي definition of done، ما يبقاش عارف الحاجة اللي المفروض يقول عليها done عشان شكلها حلو، ولا هي بيحل فيها مشكلة. لا، هو في أول التاسك وهو بياخد التاسك بيبقى في حاجة اسمها كريتيف بريف. ده بيبقى فيه الريكويرمنتس اللي مطلوبة في الديزاين ده اللي المفروض الديزاين يحققها. فهو بيشتغل فيها على 4 نقط مهمين. أول نقطة فيهم الديزاين بيحقق المتطلبات اللي مطلوبة منه الريكويرمنتس دي ولا لأ. تاني حاجة الارت وورك، هو الارت وورك على حساب اليوزابيليتي ولا لأ، لازم يظبط البالانس ما بينهم، ما يبقاش الديزاين اللي هو بيعمله حلو قوي لكن اليوزابيليتي بتاعته صعبة أو اليوزابيليتي بتاعته فيها مشكلة. تالت حاجة لازم يركز فيها التفاصيل. ممكن كل تفصيلة في الديزاين لو هو كاتب تكست أو في معلومة مهمة لازم يركز إن هي طالعة بشكل كويس قوي. وآخر حاجة الدليفري،
انا وانا بديليفر هديليفر ازاي عشان الفيز او المرحله اللي بعد منها هيستلم مني ازاي عشان يقدر يكمل شغله وما يحتاجش لير تاني يكمل عليه الشغل بتاعي. وطبعا لازم ريفيو مع الدليفري، يعني قبل الدليفري لازم يبقى في ريفيو لكل الريكويرمنتس. في الحالة دي أنا بالنسبة لي الديزاين دان. الديزاين في النهاية مسألة نسبية، اللي بيظبطوا مجموعة معايير هي اتحطت في الأول وأنا حققتها فالديزاين خلص. الديزاين حلو أو وحش لا مش بتاعتي، دي بتاعت التارجت اودينس. صح، بس الجونيور بيبقى في اللحظة دي هو عايز حاجة شكلها حلو، هو بيبقى مركز على ده في الأول أصلا، ده كجونيور. مش صح ان هو يشتت نفسه بان الحاجة تطلع حلوة على حساب الوقت وعلى حساب اليوزابيليتي وعلى حساب الدليفري. ما هو ده دايما اللي بيوقعهم في مشاكل، ان هو يبقى مركز على حاجة واحدة من 4 حاجات مهمين. انا مهم هدليفر الحاجة بتاعتي ازاي عشان اللي بعد يستخدمها ازاي. مهم ان يبقى متحقق فيها المتطلبات اللي كانت موجودة في الاول بشكل كويس. مهم اليوزر وهو بيستخدمها تبقى ما فيهاش مشكلة في اليوزابيليتي. واهم من ده كله ان الديتيلز لما اجي افوكس على الديتيلز ما يبقاش عندي حاجة تقول ان ده لو كواليتي برودكت عشان احنا ما ركزناش في تفصيلة بسيطة زي رقم تليفون، زي يو ار ال مكتوب، زي ايكونز بتاعت سوشيال ميديا، زي حاجات شبه كده. دي اسمها ديتيلز، دي فرعية لكن مهمة. مهم انا بلتزم مثلا بالجايد لاينز بتاعت السوشيال ميديا نتوركس اللي انا حاططهم ولا لا، دي اللي اسمها الديتيلز. مهم وانا ببيلد الديزاين يبقى استخدامه سهل، ما اجيش اسكان كيو ار بتاع رولاب الاقي الكيو ار على الارض، مفيش يوزر هينزل يقعد على رجله عشان يسكان كيو ار. فدي اليوزابيلتي. مفيش يو ار ال عشان اكتبه لازم اكتب معاه تريبل دبليو، لا دي اولد سكول. ففي شوية تفاصيل كده لازم يبقى هو منتبه ليها وهو شغال. شكل الديزاين حلو او وحش، كل ما كان الديزاين ابسط كل ما كان حلو. كل ما كان الديزاين في شغل كتير على حساب الحاجات دي كل ما الديزاين بقى يوزلس مش مفيد. ممتاز. لو احنا عايزين ندي أكشن للجونيور يساعده علشان ينقل يبقى سينيور. لازم يتعلم، يفضل طول الوقت يتعلم ويلزق لحد سينيور او ارت دايركتور، يفضل طول الوقت يتعلم منه، يبقى عامل زي النحلة الزنانة كده عليه طول الوقت عمال ايه رأيك في ده. وده مش شغله بس جوه الشركة او جوه التيم اللي هو فيه، لا شغله حتى اللي بره. ومش شرط شغله، حاجة ديزاين عجبته ممكن ياخد رأيه فيها، ممكن يسأله كل شوية في التولز ايه أسرع طريقة أعمل بيها كده من غير ما يبقى مزعج. يعني لو الحاجة ليها ورك اراوند أو ليها شورت كات أو ليها أي حاجة سهل يجيبها من يوتيوب أو من أي سورس تاني ممكن يعمل كده. لو مش لاقي لها سورس يسأل فيها السينيور. لو عمل كده أصلا هو هيعلم عند السينيور إنه ده حد جينيور لكن هو كواليفايد إنه يبقى سينيور في وقت من الأوقات، فساعتها لما يجي دوره هيبقى هو مؤهل بشكل كبير. احنا في نهاية السبرنت الخاصة بالجونيور وعايزين نديله مجموعة من الأكشنز اللي احنا اتعلمناها وعايزينه ان هو يبدأ ينفذها بناء على خبرات حضرتك يعني. فمحتاجين نديله كده أكشن 1 2 3. هو أول حاجة يفضل فاكر إن هو ديزاينر، أهم حاجة شغال عليها هي البورتفوليو بتاعه. لازم يركز قوي إيه اللي ممكن يتحط في البورتفوليو بتاعه وإيه اللي ما ينفعش يتحط، وإن هو طول الوقت يبقى فيه تنوع عنده في الحاجات اللي بيشتغلها. دي أول حاجة. تاني حاجة المفروض طول الوقت بيتعلم، يفضل لازق لحد سينيور ارت دايركتور، لحد أكبر منه حد شاطر، يفضل طول الوقت ياخد رأيه في كل الستبس اللي بيعملها، سواء الستبس دي ديزاين أو تعليم أو حتى حاجة عجبته لارت دايركشن لحد بدأ عمل ديزاين أو عمل كامبين أو whatever أو حاجة زي كده. ممكن ياخدها وياخد بيها فيدباك. الفيدباك ده هيساعده جدا لو قابله نفس التصميم أو قابله نفس الفكرة هيشتغل عليها، أو حتى هيشتغل على فكرة مختلفة وعايز يطبق فيها نفس التكنيك اللي هو بيتناقش فيه دلوقتي. الحاجة الأهم من ده ومن ده إن هو يبتدي يراقب من بعيد شغل السينيور إيه ويبتدي يدرب نفسه عليه اندايركت، مش يخصص له وقت طويل لكن في نفس الوقت
لازم يبقى واخد من وقته على الأقل 20%. زي إن هو إزاي يدي تاسكات لحد، إزاي هو يقدر يميز الأرت دايركشنز المختلفة، إزاي هو يميت الديدلاين ويوصل بالكواليتي أعلى كواليتي مطلوبة وزن الديدلاين اللي هو واخده، إزاي يعرف يقسم وقت الديزاينرز ويميز ما بينهم كل واحد هو شاطر في إيه قبل ما يديله التاسك، علشان يبقى فاهم كويس قوي أول ما يجي الدور بتاعه إن هو سينيور، إن هو إزاي يوزع التاسكات ويبتدي يطلع أفضل أوتبوت بالتيم اللي معاه. خلينا نبدأ سبرنت جديدة. السبرنت دي بنتكلم فيها عن ريادة الأعمال والتحديات اللي احنا بنقابلها. أول سؤال خلينا نقول هو إيه أصعب تحدي قابل عمرو في سويرة ديزاين؟ والله ممكن نقول مش تحدي واحد، يعني كل مرحلة ليها تحديات مختلفة. يعني أول ما بدأنا صويرة ديزاينز كان عندنا تحدي إن إحنا إزاي الناس تثق فينا، أول كلاينت إزاي يجي وإزاي يثق في ستارت أب لسه بتبدأ. ده كان تحدي كبير، الحمد لله عدينا بيه بإن إحنا يمكن من أوائل المشاريع اللي اشتغلنا فيها دخلنا بيها مسابقة في إنجاز وخدنا فيها رانكينج، وكان ده عمل بومنج لينا في الأول الحمد لله يعني. التحديات اللي بعد كده في التيم بقى اللي جوه، ان انت ازاي تعمل هارموني ما بين التيم، وازاي تقدر من تيم ديزاينرز كل واحد يبقى كرييتيف في مساحة معينة وتوظف كل الكرياتيفيتي دي في عمل واحد يطلع يونيك تقدر تقدمه تاخد بيه جايزة او تعمل بيه حاجة شبه النجاح اللي قبله. وونس ان احنا عرفنا نعمل كده وبدأنا نشتغل بالطريقة دي، جالنا تحدي اكبر، كورونا. يلا كل واحد يروح بيته بقى ونشوف بقى نشتغل مع بعض إزاي؟ نشتغل هو ازاي. مش هنشتغلش أصلا، هنشوف. يعني في ناس كان لازم البادي لانجوج تحصل ما بينهم عشان يعرفوا يطلعوا او يفهموا الشغل ما بينهم كويس جدا. دلوقتي انت حطيتهم في البيت خايفين وبيتعاملوا من ثرو سكرين وهم مش فاهمين ايه اللي بعد كده. المفروض ان دول كرييتيفز وانت عايز تطلع منهم شغل وشغل حلو قوي بما فيهم انت شخصيا، انت نفسك في نفس الحالة، بس انت خلاص انت حد عجوز في الشغلانة دي، فبتعرف تفصل قوي ما بين اللي بيحصل بره وما بين البروجكت او اللي جوه البروجكت. التحدي اللي كان اقوى من كده بعد منها كان انك تخسر كلاينت، ان حد وثق فيك وانت عمال تبني في ثقة بينك وبينه فترة طويلة بشغل وبعلاقات وبمجهود كبير قوي منك ومن التيم بتاعك ومن البراند بتاعك، وبعد كده تخسر ثقته فيك. انت مش بتخسر بس ثقته، انت بتخسر اكبر من كده سمعتك والمسؤولية اللي عليك. تحدي كبير. انت في نهاية السنة مطلوب منك مشاريع كتير توريها للناس دي اللي نجحت فيها خلال السنة. لما بتقع في بروجكت او في مشروع هو بيتشال من البورتفوليو بتاعك ويبقى بالنسبة لك عامل زي النقطة السوداء كده في حياتك. طبعا محدش شايفها غيرك، لكن في النهاية هي خدت من نجاح كبير انت عايز تحققه في نهاية السنة. وقت ومجهود ومجهود مش منك لوحدك، منك ومن التيم بتاعك. كل واحد شغال على مشروع مستني المشروع يطلع عشان يشاور عليه ويقول انا كنت جزء من النجاح ده. فلما المشروع بيقف بتبقى مشكلة كبيرة. ازاي بتقدر توازن ما بين ان انت مسؤول عن انت تسلم الشغل ده للعملاء، ان انت صاحب الشركة، وان انت اصلا ديزاينر؟ بص، بعد شوية وقت يعني بعد ما شعرك يبيض كده بتلاقي في حاجة، بتلاقي ان انت كل الحاجات اللي بتعملها كديزاينر لو فضلت تكمل عليها وتحط عليها لود اكبر بتاسكات اكبر تانية في الجزء اللي انت فيه المفروض مانجر، انت هتقع في الاتنين. انت في الوقت ده محتاج تعتمد على حد تاني في الدور بتاعك كديزاينر. لازم تدي ده الارت دايركتور او لحد انت واثق فيه سينيور شاطر هو اللي يقوم بدورك ده. تحاول بقى تكتف ايدك وما تمدش ايدك تاني في الديزاين او في المساحة دي، وتبتدي تتعلم الدور الجديد اللي انت المفروض تقوم بيه وتلعبه عشان تنجح بيه. لان المانجمنت لشركة او لمؤسسة دي مسؤولية ضخمة اكبر بكتير من دورك كديزاينر. دورك كديزاينر او ارت دايركتور او مانجر على تيم
هو في النهاية ليه سقف وليه مسؤولية محدودة. لكن وانت صاحب الشركة انت ما بتنامش. الناس كلها بتفكر صاحب الشركة ده اكتر حد مرتاح فيها. بالعكس، ده الشخص الوحيد اللي ما بيقبضش، لازم الناس كلها تقبض قبله. وده الشخص الوحيد اللي لو نام لما بتحصل مشكلة او المسؤولية بتتحط عليه ما ينفعش ينام. ده اللي ممكن يسهر ويشتغل ويك اند والناس تمشي وهو يفضل مكمل عشان المؤسسة او الشركة او الحاجة اللي هو ابتداها دي تكمل. مظبوط. بس يعني هل بتقدر تمسك نفسك في حتة ان هو الديزاين اللي قدامي ده محتاج تاتشات اكتر، وانا ديزاينر فانا فاهم ان هو ممكن يتعمل ازاي لا، بس هو الديزاينر اللي اشتغل عليه شايف ان هو ده ريكويرمنتس وعادي تسلم للعميل بالشكل ده، والعميل ممكن يكون راضي، بس انت من جواك لا، انا عايز احسن من كده. خليني اقول لك حاجة كده يعني تشرح ده بطريقة لطيفة. زمان وانت ديزاينر صغير انت مهتم قوي بالتولز والتكنيكاليتيز وازاي الديزاين يطلع حلو، وحاجات بتشوفه من منظور ديزاينر قوي، مش من منظور الكلاينت. لما انت بيتغير الدور بتاعك وبتبقى مانجر او اونر لشركة، انت بتشوفه من منظور الكلاينت اللي هو بيبص على حاجات معينة هو كتبها في الكرييتيف بريف، هي دي اللي بيستلم بيها الديزاين. فانت في الوقت ده انت مش بتشوفه بعين ديزاينر قوي قد ما بتشوفه بعين مانجر او بعين الكلاينت، لان ساعتها السوفت سكيلز بتاعتك بتعلى، وبتبقى مهم قوي انك تقفل ديل، او مهم قوي انك تديليفر باعلى نسبة رضا عند العميل على الديزاين بتاعك. فانا وانا معدي ساعات انا بشوف الديزاينرز بيعملوا ديزاين انا هتنقط مش حلو، بس انا ساعتها لا، بحاول اكتف نفسي وامسك ايدي ما اتدخلش. ما اكدبش عليك، انا في اوقات معينه اكيد. بفلت لازم افلت واطلع راسي كده من وراه واقول له مش حلو، انت ممكن تطلع احلى. بس وانا بقول مش حلو انا بحسس عليه، لانه وقتها بيبقى عامل زي الطفل الصغير وانت بتعلمه. ما ينفعش كل حاجه تقول له عليها غلط، لازم تقول له حلو بس في الاحلى، او انت تقدر تطلع احسن من كده، فترد له ثقته بنفسه فيقدر يطلع ديزاين اقوى واحسن. احسن ما انت طول الوقت عمال تقول له وحش زفت قرف، لا، ما ممتاز. هيطلع اسوأ يعني. طيب ايه العناصر اللي تبقى موجودة في التصميم وتقنع بيها المستثمر بشكل سريع؟ المستثمر لما بيبص على الديزاين هو متوقع حاجات كتير. اول حاجة متوقعها ان هو يبقى سهل، اليوزابيليتي بتاعته تبقى سهلة، وان يبقى كل تفاصيل البراند بتاعته موجودة في الديزاين، انت ملتزم بمعايير البراندنج بتاعه. في نفس الوقت انت محقق البريف اللي هو كتبه في الاول، وان انت عندك شرح للتصميم بتاعك يقدر يفهم بيه ايه اللي انت عملته في رحلة الديزاين بتاعتك. لو انت بتتعامل مع الكلاينت او المستثمر ان هو هيقدر يقرأ كل المجهود اللي انت عملته من نفسه وسلمت الديزاين بتاعك من غير بريف مشروع فيه انت ليه استخدمت اللون ده، ليه وظفت البراند بتاعه بالشكل الفلاني، ليه استخدمت العناصر دي في التصميم، ايه الاهداف اللي انت حققتها له في التصميم وحققتها له ازاي، هو مش هيقتنع بيه. في الحالة دي هيحتاج حد تاني هو اللي يقول له التفسير ده، وهيلجأ بقى للكوميونتي بتاعته، والكوميونتي بتاعته دول كل واحد بقى رأيه. ورأيه وعايز اقول لك يعني اكتر هبيدة في الدنيا هي الكوميونتي اللي بتبقى حوالين الكلاينت. هو مش عايز يقول له انا مش فاهم او انا مش عارف، فبيقول له بوجهة نظره اللي هي اكيد محدودة يعني. ومش هو ما كانش فاهم requirements، مش عارف الجولز عاملة ازاي. ما هو ده اللي بيخليها محدودة، ان هو ما شافش ايه اللي اتطلب، فايه اللي المفروض يتعمل، ومش فاهم التايم فريم اللي اتطلب فيه برضه البروجكت. لان انت التصميم مسألة نسبية مربوطة بظروف معينة وبتايم فريم، هي مش انفينيتي يعني. احنا دلوقتي بنقفل سبرنت وعايزين ناخد اكشنز، بس الاكشنز في السبرنت ده مش عايزين ناخدها على سويرة ديزاين او على رواد الاعمال، احنا عايزين ناخدها على السينيورز والمانجرز اللي بيسلموا لرواد الاعمال. ايه الاكشنز اللي ممكن
يعملوها. خليني اقول لك حاجة. السينيور هنا بيبقى دوره قوي جدا، لان هو بيبقى حلقة الوصل ما بين الديزاينرز او التكنيكال اللي عمل الحاجة من الاول خالص. في نفس الوقت هو اللي في وقت من الاوقات ممكن يحضر ميتنج يبقى موجود فيها كلاينت عشان يشرح مظبوط، الديزاين ده اتعمل بيحصل. ازاي. وهو اللي بيقترح حلول سريعة لو في مشكلة في الديزاين أو في كومنت أو في حتى شرح لتفصيلة معينة ما اتكتبتش في الديسكريبشن وإحنا بنعرض الديزاين اللي إحنا عملناه. فمهم جدا يكون مذاكر البروجكت كويس قوي، ويكون مذاكر البراند كويس قوي، ويكون كمان مذاكر الكلاينت، مذاكر الباك جراوند بتاعت الكلاينت إيه عشان يقدر يكلمه باللغة اللي يفهمها. خلّيني أقول لك لو الclient اللي إحنا بنشتغل له حد فاهم في الsoft ware أو فاهم في الdesign بيبقى أسهل بكتير من client برّه الindustry، لإن إحنا لازم نشرح له الuser بتاعه عامل إزاي، الtechnologies بتاعتنا وإزاي إحنا بنقدر نحقق بالtechnologies الrequirements أو الneeds بتاعة الuser. كمان بنحاول نشرح له كمان الexpectations أو الuser experience هي عايزة إيه منه، من الproject أو من الtask اللي إحنا بنشتغلها. فبيبقى سهل علينا أوي إن إحنا نشرح ده لحد related شوية بالindustry. فلازم الsenior يذاكر كويس أوي الbackground أو الmentality بتاعة الclient اللي إحنا بندeliver ليه الشغل. طيب احنا حالا عايزين نتكلم عن فكرة تقسيم الحياة نفسها لسبرنتات، وعايزين ناخد ده كأنه سبرنت كده، بنشوف حياتنا لو هي كلها سبرنت هنعمل فيها ايه. خلينا نبدأ يعني هل انت فكرة ان انت تحط جول معين مدته اسبوع او اسبوعين او 3، وتعمل عليه ريترو وتشوف الاكشنز بتاعتك وهكذا، تقدر تطبقها في حياتك دلوقتي؟ بُص، هو الصح يعني نقدر نطبّقه والّا لأ ده هنشوفه في الآخر، لكن هو الصح الناس تقسّم وقتها إزاي. أصلًا هو اليوم بيبقى 24 ساعة، ال24 ساعة دول 3 تمانيات. أول 8 بتاعة الشغل دي اللي أنت بتصحى من النوم تروح على الشغل على طول، تاني 8 بعد الشغل على طول دول بتوع العيلة، بتوع الfreelance، بتوع الfriends، بتوع الfun، بتوع أي حاجة أولها F. وآخر 8 بتوع النوم، ده لو أنت عايز تنظّم حياتك صح، لحد بقى ما بتيجي لك الweekend بتاخد بقى على حسب شركتك هي شركة عظيمة بتدّي جمعة وسبت والّا شركة غلبانة بتدّي جمعة بس. فأنت أي حاجة للعيلة لازم تبقى في الweekend، وأغلى وقت عندك تدّيه لشغلك هو وقت العيلة، لإن وقت العيلة ما بيتعوّضش، هو أصلًا اللي بيدّي لك الpower ان اللي انت تكمل. بتخلّيك تكمّل. وأحسن وقت في ال8 بتاعة الشغل هو أول يوم بتاعك. أي حاجة عايز تنجح فيها فكّر فيها ورتّب لها وخطّط لها في أول اليوم. عشان كده دايمًا تلاقي الشغل الfreelance بيتكروت، لإن أي حد بيشتغل freelance بتلاقيه بيشتغل في ال8 اللي هو تعب فيهم خلاص، اللي هو خلصان فيهم. يعني تلاقيه بيروّح من الشغل خلصان في المواصلات وخلصان في الشغل، ويروّح يفتح الكمبيوتر عشان يقعد يعمل task freelance هو متخيل إن هيدّي لها 4 ساعات، فيبقى آخره فيها ساعتين، فبيتسمى low quality مينفعش بكواليتي طبعا. time، low quality time. الlow quality time ده بيطلّع low quality output، وبالتبعية لأ فما ينفعش حد لو بيشتغل مثلًا يعني freelance إنه يdeliver في نُص الأسبوع، لازم يعدّي عليه weekend، لإن الweekend ده بقى بياخد فيها الوقت الحقيقي اللي هو يوم السبت طبعًا، يعني يسيب بقى الجمعة للعيلة عشان يعرف ياخد الbreak اللي يدّي له الpower بتاع يوم السبت، بالظبط. وييجي يوم السبت يراجع كل الدوشة اللي حصلت أو البهدلة اللي حصلت منه طول الأسبوع في الساعتين اللي هم low quality دول. العيلة لو أنت بتدّي لها الweekend وبتدّي لها على الأقل كل يوم ساعتين، هيفرق كتير معاك وهيفرق كتير معاهم. هيفرق معاك إزاي؟ لإنه ده هيrefill الbatteries بتاعتك اللي تخلّيك تكمّل تاني يوم عامل إزاي. في نفس الوقت يحُط عندك مساحة من الرضا تخلّيك راضي جدًا وأنت شغّال، إن أنت مش بتشتغل أو مش بتأدّي في شغلك على حساب حد تاني.
بيعمل البالانس اللي انت محتاجه نفسيا، اللي يخليك وانت بتشتغل الديزاين كديزاينر عارف تطلع احسن ما فيك. اوقات الواحد هو بيبقى في وسط السبرنت بيحس بشعور بالانهاك في وسط السبرنت. هل ده حصل لك؟ وقفته قبل كده قلت لا انا لازم اوقف السبرنت ده؟ اه طبعا، انت بيجي عليك وقت بقى وبتهيس خلاص، انت في وسط الديزاين عمال تخطرف تطلع حاجات ما بتطلعش، انت نفسك مش مركز، بيتقالك الحاجات او انت بتراجع الحاجات تلاقي نفسك بتوقع حاجات اساسية. انت ازاي بيحصل، يعني ازاي ده بيحصل لك اصلا؟ فانت لا، لازم تستوب وتاخد بريك، والبريك ده تعمل فيه اي حاجة بتريحك، يعني تسمع اغاني، تاخد بعضك تخرج تتمشى شوية، تشرب حاجة بتحبها، فنجان قهوة كده يظبطك، اي اكتيفيتي تفصلك عن اللي بيحصل دلوقتي. لكن اوعى تكمل على كده، لان انت وانت بتكمل على كده انت بتحرق نفسك. لازم بريك. و... وانت بتاخد البريك دايما ما تقولش ده الوقت اللي محسوب عليا من المشروع، لا، ده الوقت اللي هيخليك تكمل المشروع. انت لو خدت بريك ساعة والديدلاين كمان ساعتين، الساعة اللي فاضلة هتحقق فيها أكتر من الساعتين من غير بريك. تمام، بس ده في حالة ان انا باخد بريك وانا مكمل في تاسك او كده. هل شايف ان ده ينفع في فكرة السبرنت ان انا عندي حاجة اصلا مكملة اسبوع؟ يعني فور اكزامبل انا خدت مثلا بروجكت، والبروجكت ده حطيت له استيميت غلط، اكشن ده غلط اهوت مني، وانا في نص السبرنت حسيت ان انا مش قادر، مضغوط، لازم اوقف. حسيت ان في حاجة في العيلة مأثر فيها، في حاجة في الاصحاب مأثر عليها. في 3 حاجات بتعملهم، يعني في 3 ليفلز كده. أول ليفل إنك تحاول تاخد وقت إضافي للمشروع، ولو خدت وقت إضافي هتعرف تاخد بريك طويل تسافر فيه بقى، تاخد بريك كبير مع العيلة. هي نفس الأكتيفيتيز اللي أنت بتعملها وأنت على مستوى التاسك أو الحاجة الصغيرة اللي هي على مدار اليوم، بس بشكل أكبر. يعني إذا كنت هتاخد بريك في إنك تخرج لحد الكافيه اللي جنبك تشرب حاجة، أو تروح تتغدى وترجع، أو تروح تتمشى حتى تتنفس هوا وترجع، فلا، هي نفس الفكرة بس على سكيل أكبر. لا، أنا هروح أقضي يومين في الساحل، أروح أقضي يومين في البلد، أروح أشوف صحابي القدام أقعد معاهم يوم أفصل بيه عن اللي بيحصل. فأول حاجة أحاول آخد وقت إضافي، معرفتش أعمل كده على طول أشوف بديل ليا، آخد البريك بس أدي التاسك والمسؤولية لحد ديليجيت. أديليجيت. برافو عليك. أنا طبعا مش عايز أقول مصطلحات من الأول عشان عايز أكبر قدر من الناس يشوفونا، خاصة الناس اللي هم الجينيورز اللي عايزين يبقوا ديزاينرز أصلا، الفريش بقى، خلينا ما نقولش جينيورز دي. تجيب حد مكانك، حد انت تثق في انه يحقق 80% من اللي انت هتحققه، عشان ما يسببلكش مشكلة اكبر من اللي انت فيها دلوقتي. وتالت حاجة، لا، انا خلاص رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. لا، انا لازم اقف، ولو في بنالتي او في اي حاجة هتحملها عشان ما اضغطش على نفسي زيادة عن اللزوم وادمر الباقي. انت محتاج في الوقت ده تصارح الكلاينت بايه اللي بيحصل، ان انت حتى لو اديت استيميت غلط على البروجكت او على التاسك اللي معاك، لا، الشفافية مطلوبة بقى في الحالة دي، ساعتها هيحترمك اكتر من ان انت ما تقدرش تميت الديدلاين او تسلمه حاجة لو كواليتي متأخرة كمان. وساعتها هو ممكن أصلًا يكون مبافر عليك، أو يكون عنده لسه مساحة الوقت اللي تشيل الload والstress ده من عليك. شكلك وأنت عامل estimate غلط أهون بكتير من شكلك وأنت بتdeliver حاجة low quality بعد الdeadline. لو بنتكلم عن التولز المفضلة للباشمهندس عمرو اللي بيستخدمها. Photoshop طبعًا. أنا الPhotoshop ده خَد من وقتي أو خَد من عمري كتير يعني. أنا أصلًا ابتديت الcareer بيه، وإلى الآن ما أقدرش أستغنى عنه طبعًا. جميل. طب ايه التولز المفضلة لمتابعة الأهداف الشخصية؟ هو دلوقتي بقى في tools كتير، يعني أنت كل واحد على حسب الtool السهلة بالنسبة له أو الusability بتاعها friendly معاه أكتر. يعني في Trello، في Notion، في حاجات كتير شبه كده، في Asana، في Google Calendar، Google Tasks،
في حاجات زي كده ممكن تستخدمها على حسب حجم الشغل بتاعك وإيه أكتر حاجة مريحة بالنسبة لك. الdesigners بيميلوا للحاجات اللي فيها customization أوي عشان تبقى مليانة ألوان ومليانة إمم. أشكال ويظهر فيها اللوجوز والحاجات دي. Trello يمكن أكتر حاجة customized أوي بيحبوها يعني. الdevelopers بيحبوا Notion أكتر. إحنا في نهاية الsprint ده محتاجين نقول مجموعة من الactions للdesigners إن هم ينفذوها وياخدوا بالهم منها علشان تساعدهم في الحياة الشخصية. الوقت بتاع العيلة والهوايات والصحاب والحاجات دي مهمة جدًا، لإن ده البريك اللي بيقدر ياخده عشان يقدر يكمّل حياته العملية تاني ويقدر يشتغل كويس جدًا. البريك ده ممكن يعمل فيه حاجات كتير، العيلة في activities كتير يعملها مع العيلة. مهم جدًا إن هو من وقت للتاني يشوف صحابه ويشارك معاهم حتى الحاجات اللي بيعملها مهما كانت ثقافاتهم مختلفة. ده مهم أوي عشان ده بينمّي عنده حاجة اسمها soft skills. ده اللي بيحقق له البريك اللي هو نِفْسه فيه، اللي هيخلّيه يعرف يكمّل بmindset مختلفة وبdirection مختلف في الdesigns بتاعته، ما يبقاش بيكرّر، لإن أكبر مشكلة عند الdesigners إن هو يفضل يكرّر الstyle بتاعه. طبعًا إنه ياخد feedback عن كل حاجة ويجمّع experience مختلفة، لإن في جزء كبير لازم يتعلّمه في وقت الbreak، إنه يراقب الuser experience، الناس بتحب إيه وما بتحبش إيه. لو مش بيدّي وقت لنَفْسه مع الناس مش هيقدر يعرف ده. عمرو الAI مع الcoding دخل بقوة وبقينا بنستخدمه في حاجات كتير. مبهدلكم، بقينا مؤاخذة يعني. بنستخدمه cursor وvibe coding و وfirebase داخل بقوة وجوجل طبعًا وcopilot وحاجات كتير كده وtools كل يوم بتتطور مع الdesigners. إحنا فرحانين بيه جدًا. مبسوطين ها؟ طبعًا. إحنا مبسوطين إحنا كمان. وفّر علينا وقت كتير صراحة. لأ، خلّيني أحكي لك الموضوع ماشي إزاي، لإن الناس بتخاف من أي حاجة جديدة ودي كارثة، واللي بيخاف من كده هو اللي مش عايز يتطوّر. جميل. اللي عايز يتطوّر كل ما بتطلع حاجة جديدة بيستغلّها علشان يقدر يكمّل بيها الرحلة بتاعته. فالdesigner ما يخافش من لأ، ما يخافش، دخول وهاقول لك الAI. ما يخافش ليه، ماشي. وهاقول لك ده بيحصل إزاي. تمام. إحنا زمان كان عشان حد يروح يعمل بحث أو يعمل تقرير عن حاجة، كان لازم يسافر ويروح مكتبة ويقرا ويعمل كانت رحلة شاقة يعني. بعد ما ظهر الsearch engine بقى الموضوع بسيط جدًا، وبدأنا نكتشف عقول أحسن بكتير وأساليب أسرع وأسهل بكتير من الأول في كل industry تقريبًا. الAI عامل زي كده بالضبط، الAI هي tool بتساعدك في حاجات كتير أوي ما بتعملهاش. المفروض أنت كdesigner تدرّب نَفْسك على إن أنت تستخدمها عشان تساعدك، وهي عمرها ما هتحل محلك طول ما أنت بتتطوّر وعارف الفرق بينك وبينها. إيه بقى الفرق اللي بينك وبين الtool بتاعة الAI؟ الAI هي tool متدرّبة على أساليب وطرق معيّنة based على الinputs اللي بتدخل لها هي بتطلّع output، فمهما كان الinput بتاعها عامل إزاي الoutput محدود، وبيبقى واضح أوي إن هو AI، لإن هو ما عندوش حاجة اسمها ذكاء عاطفي. ما يقدرش يعرف ذوقك، ما يقدرش يعرف المفاهيم والمعايير اللي أنت بتلتزم بيها في الdesign عشان تقدر تلمس بيه الmentality والمشاعر اللي عند الناس. جميل. فأنت كده بتقول لي إن الAI عمره ما هيوصل لنقطة معيّنة إن إحنا نستغنى عن الdesigner فيها. لا مستحيل. إحنا الAI هيبقى حلو في حاجة، إن أنت الحاجات الquick tasks اللي أنت بتعملها زي الsocial media posts، الحاجات اللي هي بتاخد ثانيتين أو 3 عشان تتشاف على الtimeline وعلى الحاجات دي، أنت مش هتاخد فيها وقت. لكن وأنت بتعمل project كبير، الproject ده مبني على brand guideline، مبني على requirements كبيرة، مبني على تحديات كتير في الuser experience، هو مش هيقدر يحقق لك ده بسهولة. أنت هتحتاج وقت طويل جدًا عشان تعرف تفهّمه كل الlimitations اللي عنده عشان يطلّع الoutput اللي الdesigner هيعمله. خلّيني أقول لك مثال، لو أنت بتعمل application user interface لapplication carpooling في مصر، ما فيش experience للcarpooling كبيرة في مصر، في Uber وكريم. فأنت once إن أنت بدأت تفكّر
تعمل نفس الاكسبيرينس بتاعت الكاربولينج لازم تالاين مع اليوزر اكسبيرينس اللي منتشره في مصر وتطور منها عشان تقدر تقرب لليوزابيليتي اللي اليوزر متعود عليها. مم. في نفس الوقت تفضل تدرس وتذاكر كويس قوي وتعمل تيست على التارجت اودينس هم فاهمين كاربولينج ولا انت محتاج تديوكيت في المرحله دي ولا لا. الاي اي ممكن يساعدك في ايه؟ في انه يقول لك الكاربولينج على مستوى العالم عامل ازاي، هتقدر تطلعه ازاي، احسن سكرين لاي اوت هيخرج ازاي. بس انت لازم تكون لكن فاهم المنتاليتي بتاعت الشعب. احسن اوتلاين يميت التارجت اودينس بتوعك مش هيعرف يعملها، لان دي معتمده على الثقافه والذكاء العاطفي اللي عندك. انت عارف اللون الاحمر بيمثل ايه عند المصريين والاخضر بيمثل ايه عند السعوديين. دي هو ما يعرفهاش وما اتدربش عليها. هو ما يعرفش ايه اللي هيبقى قريب من قلب الناس وايه اللي بعيد. دي لسه عندك انت. خلينا نروح لفكرة الأسئلة السريعة. كتاب غير مسار عمرو سوير. بص انا مسرف، فيعني كان موضوع كتاب الاب الغني والاب الفقير ده بالنسبه لي نقطه تحول. انا اي فلوس كانت بتجيلي كنت بطيرها عشان ما بعرفش احوش. ففرق معاك. فلا ده طبعا كان ده نقطه تحول عمل بالنسبه لك لي. شيفت لحتة إن أنت تعرف تمسك الفلوس إزاي، الحمد لله ما تستثمر بقيتش إزاي. امسكها، يعني بقيت اخلي حد غير اللي يمسكها عشان الفلوس تفضل موجوده. طيب أداة عمرو سوير ما يستغناش عنها. فوتوشوب. فوتوشوب. عادة صباحية عمرو سوير دايما بيعملها. لازم ارتب اليوم، ارتب الاولويات. أكبر فشل اتعلمت منه. خساره الكلاينت. الكلاينت. طبعا دي اكبر خساره انت بتتعرض ليه. نصيحة من منتور قالها لك بتطبقها يوميا. جاك ما كان دايما بيقول لما بتبقى في مشكلة بتبقى في فرصة بس. فدايما أنا بدور على الفرص لما بيبقى في تحدي أو في مشكلة. وكده نكون وصلنا لآخر حلقة وقت الريترو. كان معاكم أحمد حويل. تقدروا تعملوا فولو، سبسكريبشن، تقدروا تكتبوا الكومنتس، تدونا فيدباك، تعمل شير مع اللي يقدر يستفيد من الحلقة. كمان مش عايزين ننسى ان الحياة هي سبرنت، ونهاية كل سبرنت هو لازم يكون فيه ريترو، ولازم تشوف انت ايه الاكشنز المفروض منك. لو في حاجة اتعلمتها يا ريت تقولها لنا في الكومنتات. شكرا ليكم، نشوفكم في حلقة جديدة.